تعالوا نشوف مع بعض اخر لمسات سوتاك في فيلا بيراميدز. احنا هنا كده مع بعض اول ما بنخش على طول في الدور الارضي في الفيلا اللي احنا شايفينها كده. وهنا العميل كان حابب ان هو يجدد العفش بتاعه وما يعملش عفش جديد وياخد كل العفش بتاعه. فاحنا هنا عملنا الستايل لان العفش بتاعه كان كلاسيك، عملنا الستايل بتاعنا نيو كلاسيك زي ما احنا شايفين كده. عملنا اول حاجه الجبسون بورد فلات، وزعنا اضاءات في كل الكورنرز والزوايا بتاعتنا، وعملنا في الضلع دوت البانوهات اللي احنا شايفينها دي. البانوهات بتدي طبع كلاسيك او نيو كلاسيك وشكله شيك، وفي نفس الوقت البانوهات دي الميزه بتاعتها ان هي ما بتقدمش مع الوقت ومش مجرد ترند وهيبطل مع الوقت. العميل بتاعنا كان الفرش اللي احنا اقترحناه عليه ان هنا كده هيبقى الانتريه مفروش هنا كده، وطبعا ان شاء الله هنصور ونحط بعد الفرش كمان. وهنا السفرة بتاعتنا في الجزء ده. فطبعا هنا كده الجزء ده بتاع السفرة متوسطن مع البانوهات اللي في الوش اللي احنا شايفينها دي، والجزء بتاع الانتريه مع البانوهات الجزء الضلع الثاني. وعشان ندي شياكة للمكان عملنا الوزرة المخفية اللي احنا شايفينها دي مع البروفايل ليد. طبعا هي مكملة في كل الريسبشن في الدور ده. بعد كده نيجي وننزل في الدور اللي تحت. احنا هنا طبعا استخدمنا الرخام بتاعنا امبرادور لايت زي اللي احنا شايفينه ده. الامبرادور بتاعنا فاتح ومدي شياكة، وعملنا البروفايل ليد في السلم كله. واستخدمنا في الدور دوت برضو نفس البورسل اللي احنا مستخدمينه في الدور الاول، وهو بورسلين هندي مقاسه 160 في 80. المقاس بتاعه حلو جدا ومتناسق جدا مع الرخام اللي احنا مستخدمينه في السلم. بعد كده نيجي هنا في الدور البيزمنت بتاعنا. هو عبارة عن ليفنج كبير وواسع زي ما احنا شايفين كده للاستخدام اليومي او الاستخدام بشكل يومي لأهل المكان. فرشين الريسبشن او الليفنج بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. وهنا طبعا هيبقى الجزء ده بتاع الشاشة بتاعنا هنا. وطبعا نفس الكلام استخدمنا الجبسون بورد فلات زي ما احنا شايفين كده، موزعين الإضاءة هنا بشكل مودرن شوية عن فوق. بعد كده نبدأ من هنا على طول المطبخ زي ما احنا شايفين، وزعنا فيه الأجهزة توزيع كويس، وعملنا في الايلاند بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وترابيزه صغيره لو حد عايز ياكل فيها او حاجه. وبرضو عملنا حوضين، عندنا حوض هنا للفاكهه او للغسيل السريع، والحوض الرئيسي بتاعنا اللي احنا شايفينه ده. وطبعا عملنا رخام بتاع كاونتر توب، رخام جالاكسي، وكمان مشينا معاها تجليده بين الوحدتين زي ما احنا شايفين، مديه شياكه للمطبخ. وده هنا كان التويلت بتاع الدور البيزمنت اللي احنا شايفينه. عندنا التوزيع فيه الضلع، التوزيع كل الحاجه عندنا في الضلع اللي هنا كده. عندنا التويلت والحوض والشاور. بعد كده بنطلع بقى على الدور الاول، وهو بيكون عباره عن غرفتين وليفنج برضو صغير. وهنا واحنا طالعين من الدور الارضي للدور الاول عملنا فاصل بشكل التجليده ديت، والدهن بنفس لون الدهان بتاعنا. وبعد كده عملنا البانوهات عشان الدور الكلاسيك او النيو كلاسيك بتاعنا يبقى مكمل لحد السلم، واستخدمنا فيه الاباليج اللطيفه دي. وبعد كده اول ما بنطلع الدور الاول بيبقى عندنا الليفنج اللي المفتوح ده على السلم. هيكون عباره عن ليفنج بسيط خالص، هيبقى فيه ركنه ال شيب في الجزء ده، ممكن الركنه تقف لحد هنا كده. وهنا هيكون كوفي كورنر، وعملنا فيه تجهيز السباكه عشان لو عايزين نستخدم فيه حوض. ونيجي هنا بقى للاوضه بتاعه الاطفال. احنا الاوض هنا عندنا
ان السقف فيه ميول، فاحنا حبينا ان احنا نستفيد من الميول دي في الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين كده. فاستخدمنا، سيبنا السقف على وضعه واستخدمنا الاضاءه اللي احنا شايفينها بالشكل ده. بعد كده عملنا هنا ورق الحائط، وطبعا هيكون الورق الحائط ده في ظهر السرير، وهنا هيكون الدولاب. وهنا كل اوضه بيكون ليها الحمام الخاص بتاعها. فهنا ده الحمام بتاع اوضه الاطفال زي ما احنا شايفينه كده، حمام برضو واسع وكبير. هنا كده الجزء بتاع البانيو، بعد كده الحوض، وهنا التويلت. بعد كده بنروح للاوضه الماستر، والاوضه الماستر دي كانت عباره عن اوضتين، واحنا فتحناهم على بعض عشان يبقى زي سويت ويبقى واسع، يبقى الاوضه الماستر واخده راحتها وكبيره. فاول ما بنخش الاوضه عندنا على طول الجزء بتاع الدريسنج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنا طبعا هيبقى فيه مرايات في الجزء ده، ووراء المرايات دي في جزامه بسيطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده بنخش بقى على الأوضة نفسها، الأوضة الماستر. الأوضة مساحتها كويسة جدا وكبيرة، وهي هيبقى فيها بس جزء السرير هنا كده في الضلع ده، وهيبقى الكومود هنا والكومود التاني هنا، ودي إضاءة بسيطة نازلة جنب الكومود. بعد كده نخش هنا الحمام. عندنا الجزء ده هيبقى إزاز، الباب هنا بتاعنا اللي هيفصل بين الأوضة والحمام إزاز. وبعد كده عندنا في الاخر الجاكوزي، وهنا الجزء بتاع التويلت. وبعد كده الحوض استخدمنا فيه الرخامه، والرخامه شكلها شيك جدا مع الحوض والادوات الصحيه اللي لونها ابيض. اخر حاجه بعد ما بنخلص هنا بنطلع على الروف. الدور الروف هو برضو اوضه صغيره، واحنا استخدمنا فيها نفس الفكره اللي هنستفيد بيها من السقف، وهي الاضاءات، وسيبنا السقف على وضعه عشان ما نعملش فيه جبسون بورد. تعالوا نطلع نبص عليها. اول ما بنطلع على الروف بنخش هنا كده على الاوضه، وده اللي احنا قلناه ان هي السقف بتاعها الميول بتاعته شكلها شيك جدا. فاحنا ما حبيناش ان احنا نعمل الجبسون بورد ويبقى فلات ونخنق الاوضه، فاستخدمنا سيبنا الاوضه على وضعها واستخدمنا البروفايل ليد بالشكل ده. بعد كده نيجي هنا للحمام، وطبعا عشان الحمام صغير فاحنا عملنا الباب بتاعنا بالشكل ده، اللي هو يفتح بالشكل ده. وتوزيع الحمام هنا برضو بنفس اللي بنوزعه، عندنا الشاور، بعد كده التويلت، وبعدين الحوض. وبكده نكون خلصنا المشروع بتاعنا في فيلا بيراميدز. تابعونا واتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا عشان تعرفوا الجديد بتاعنا في سوداك.